الناصرية هي سبب خراب مصر حتى يومنا هذا، وعلى العموم ده رأيي الشخصي، قد أكون مصيب وقد أكون مخطئ، لكن أنا دايما بحكم على الأشياء بالنتائج مش مجرد كلام وخلاص. قبل سنة 1952 كان الجنيه المصري بجنيه دهب، دلوقتي الجنيه الدهب ب47,000 جنيه مصري. سبب الكارثة دي الناصرية. عبد الناصر أول لما مسك الحكم في مصر سمعنا منه كلنا معسول الكلام. العامل اللي انت بتسف دمه بديله حق، الاشتراكية بتديله حق، الفلاح الاشتراكية بتديله حق، الفرص الاشتراكية بتديها لكل الناس، العلاج الاشتراكية بتعالج، الإقطاع الاشتراكية بتقضي على الإقطاع وتحول مجتمع السادة والعبيد إلى مجتمع من السادة، بنقضي على مجتمع العبيد. الاشتراكية والديمقراطية والشعب الكادح. وينطبق على الحكم الناصري المثل بتاع الدبة اللي قتلت صاحبها، لدرجة ان انا بعتقد ان المثل ده اتعمل عشان يوصف الحكم الناصري. اول حاجة عملها الناس اللي عندهم ارض زراعية خدها منهم واداها للفلاحين. المظهر العام جميل وحلو، انا لا اعترض ان الفلاح يكون عنده ارض زراعية ملكه، لكن مش انتزعها من واحد تاني ما عمليش اي مشكلة واديها للفلاحين. طب ما تستصلح انت، ما تستصلح انت ارض زراعية وتديها للفلاحين. لكن طبعا مش عايز يتعب نفسه، لكن الطريق السهل الظالم ان انا اخد من اللي معاه وادي اللي معهوش. النتيجة الحتمية انهيار الزراعة في مصر لغاية النهاردة. مش بس كده، كل واحد صاحب مصنع خده وقال لك تأميم، أممه وندي المصنع للعمال. نفس القصة، الكلام في ظاهره جميل وحلو، لكن في باطنه خراب ودمار. كل المصانع والشركات اللي أممها عبد الناصر كلها فلست. مش بس كده، دي بقت حتى أجور العمال وأجور العاملين بتدفعها الدولة. والنتيجة الحتمية انهيار الصناعة في مصر تماما. مش بس كده، خلى كل حاجة في مصر مدعمة شبه ببلاش، مواصلات ببلاش، أكل ببلاش، التموين، بنزين مدعم، كهرباء مدعمة، المية كانت زمان ببلاش ما بندفعش ولا تعريفة. الشكل الظاهري جميل وحلو، لكن الحقيقة إن ده كان خراب، لأنه ما كانش بيفكر إلا في اليوم اللي هو موجود فيه. ويمكن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم عن الموضوع ده وقال تسعير التذاكر طبعا. انا الخط ده يتكلف 5000 جنيه عشان يتحرك، انا باخد 1000 جنيه. هفضل ادعمه واستحمل معاه كام سنه؟ سنتين ثلاثه، وبعد كده يا دكتور مصطفى ينهار مني. بيقولش ليه؟ خايف حتى لو كانت البلد تخرب عشان الكرسي، يقعد هو ونخرب فيها ونخليها كهن. ونخليها ايه يا دكتور مصطفى؟ كهن، بلد كهن، سكه حديد تعبانه وطرق تعبانه ومواني تعبانه، كله تعبان. وطبعا كلنا سمعنا الشتائم اللي كان بيوجهها لآل سعود والملك حسين والرئيس بورقيبة رئيس تونس وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية. كل واحد فيهم جزمته أشرف من تاج الملك سعود والملك حسين. ده الملك حسين، ملك حسين هو بقى ملك فاجر عاهر الأردن. بورقيبة عمين
ومهووس. انا بقول مهووس، مش عايز اقول مجنون يعني. وماذا كانت نهاية حكمه؟ إفلاس الدولة المصرية، احتلال سيناء، انهيار الاقتصاد المصري، نكسة 1967، تدمير الجيش المصري بالكامل، انهيار الزراعة والصناعة، وهروب جميع رؤوس الأموال المصرية إلى الخارج، القضاء تماما على القطاع الخاص. الكلام ده مأثر علينا حتى يومنا هذا، وللأسف بقايا الناصريين في مصر ما زالوا يحاولون تخريب الدولة. ليه اللي أنا بقوله ده كله؟ عشان شعوب الخليج كلها تحذر من معسول الكلام.